أفضل أوقات السنة لتزاوج الأغنام والماعز تختلف باختلاف المناطق، لكن بشكل عام يعتبر فصل الخريف هو الأمثل في معظم المناطق، حيث تتضمن الولادات في فصل الربيع الذي يكون فيه الجو لطيفا وتتوافر الأعلاف الخضراء. التزاوج والتحفيز على إنجاب التوائم للماعز. لتشجيع إنجاب التوائم لدى الماعز يمكن اتباع بعض الإجراءات الخاصة. التغذية الجيد، تقديم غذاء غني بالبروتينات والفيتامينات خاصة في فترة التزاوج. الإضاءة، استخدام إضاءة اصطناعية أحيانا لتقليد الأيام الطويلة، حيث يساعد ذلك في تحفيز الخصوبة. 3. اختيار السلالات المناسبة. بعض السلالات تكون أكثر ميلا لإنجاب التوائم بشكل طبيعي. برنامج فلاشينج، زيادة نسبة الغذاء المقدم للإناث قبل بدء التزاوج بأسبوعين تقريبا، وهذا يعرف بفترة فلاشينج، ويحفز المبيضين على إنتاج بويضات أكثر. مدة الخلط والفصل. مدة الخلط الذكوري مع الإناث عادة ما تستمر من 4 إلى 6 أسابيع، وهي فترة كافية لتخصيب الإناث. الفصل بعد التخصيب. بعد انتهاء فترة التزاوج يفضل فصل الذكور عن الإناث لتجنب الإرهاق للذكور والحد من فرص التزاوج المتكرر الذي قد يؤثر على جودة الحمل. إعادة الخلط بعد الولادة. يفضل إعطاء الإناث فترة راحة مناسبة بعد الولادة، وهذه الفترة تختلف حسب الحالة الصحية للأنثى وتغذيتها. وعموما ينصح بالانتظار حوالي 8 إلى 10 أسابيع قبل إعادة خلط إناث بالذكور مجددا، لكن من الممكن انتظار لفترة أطول تصل إلى 12 أسبوعا لضمان استعادة الأنثى لصحتها وكفاءتها الإنتاجية.